السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناة. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض وصفة الشامية. المقادير اللي نحتاجها هي 6 كيلات سميد خشن، 3 كيلات سكر، مغرف كبيرة عسل، كيلة سمن أو زيت، كيلة لبن أو حليب أو ياغورت طبيعي، كيلة ماء زهر ورشة ملح. أما بالنسبة للشربات أو السيرو عندنا المقادير 6 كيلات ماء، 3 كيلات سكر، نص كيلة ماء زهر ونص ليمونة وقطرات من مركز ماء زهر. نبداو على بركة الله. في البداية نحضروا السيرو أو الشربات. نضع في كاسرونة الماء والسكر ونديرهم على النار. بعد الغليان نضيفوا نصف عصير ليمونة، نخليه 10 دقائق ونطفي النار. بعد الكاسرونة من على النار ونضيف ماء الزهر وقطرات من مركز ماء زهر. والآن نحضروا الشامية. ناخد سميد مع السكر ورشة الملح، خلطهم مليح ومن بعد نرشوه بماء زهر. النصائح اللي نتبعوها حتى تنجح لنا الشامية أو قلب اللوز: الفرن نسخنوه 15 دقيقة من قبل. السيرو اللي نحضروه للشامية لازم يكون خفيف. لما تتحمر الأطراف وتاخد اللون البني الداكن نطفي من تحت ونشعل عليها من الفوق. خلطي الخليط مع بعض حتى يدخلوا كل المكونات مع بعض، السكر والسميد وماء زهر، وخليه يرتاح 10 دقائق حتى يذوب السكر. ناخد الحليب والعسل والزيت وقطرات من مركز ماء زهر، نخلطوهم مع بعض. ونضيفوهم للسميد والسكر ونبقى نحرك بالشوكة بدون استعمال اليد. ناخد المول اللي راح نحضره فيه، ندهنوه بالزيت ونفرغوا فيه الخليط ونحاول نوزع الخليط بلا ما نضغط عليه، ومن بعد ندهن يدي بالزيت ونمررها على كافة سطح الشامية، وفي الأخير نزينها بحبات لوز ونقطعها حسب الرغبة.
ومن بعد ندخلها الفرن اللي يكون مسخن من قبل. لما تتحمر الأطراف، تحمر يعني لون بني، نطفي من تحت ونشعله من الفوق. لما تطيب الشامية نخرجوها، نسقوها مليح ونرجعوها للفرن بعد ما نطفي. بعد ما تتشرب الشامية الشربات، إذا كان خاصها نزيدوها، وإذا كانت شربت مليح نكتفو بالسقية الأولى. نغطو الصني الأول بصني واحد آخر وندخلوه الفرن طافي لمدة 12 ساعة. هذه هي الوصفة اللي حضرناها اليوم، وصفة الشامية. صدقوني راح تحصلوا على نتيجة ولا أروع، ونصيحتي لكم أنكم تجربوها وإن شاء الله راح تنجحوا فيها. وفي الأخير نقول لكم مع السلامة في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.